الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي الحلقة 27 من دروس التفسير، والتي سيكون الحديث فيها عن سورة الفجر. وقد كان الحديث في الدرس الماضي حول سورة البلد، والتي كان موضوعها أن الإنسان يعيش في كبد، سواء المسلم الذي يكابد في هذه الدنيا بعمل الصالحات حتى يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، أو الكافر الذي أيضا يكابد في هذه الدنيا ويكابد أيضا يوم القيامة إذا عذب في النار، فهو في مكابدة ومشقة أبد الآبدين. كذلك الله عز وجل أقسم بمكة، خاصة إذا حل فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد، وأقسم بكل والد وما ولد. لماذا؟ ما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد البحث عن الرزق، كبد المشقة التي يعيش فيها الإنسان، والمؤمن يكابد حتى يصل إلى جنة، والكافر يكابد سواء في الدنيا أو في النار. ثم قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا الكافر أن لن يسأل ولن يحاسب؟ ثم قال الله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنه يتفاخر أنه ينفق على معاصيه وعلى شهواته. ثم قال الله عز وجل: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ثم عاتبه الله، قال: أيحسب أن لم يره أحد على أعماله وليس مطلع عليه أحد. ثم عاتبه الله بأن الله أعطاه عينين ولسان وشفتين، وهداه طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، والمفترض منه أن يقتحم العقبة. طيب، ما معنى اقتحام العقبة؟ بفك الرقاب وإطعام المساكين وإعطاء الأيتام. هذا فك الرقاب، أن الإنسان يعتق نفسه من نار جهنم بمثل هذه الأعمال الصالحة. وأيضا من ذلك التواصي بالمرحمة والتواصي بالصبر، هذا أيضا من فك الرقاب. ولذلك يستحق هذا أن يعطى كتابه باليمين، وعكس هذا صاحب الشؤم أصحاب المشأمة الذي يستلم كتابه بالشمال، ومصيرهم نار مؤصدة مطبقة عليهم. أما سورة الفجر فموضوعها التركيز على عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون، وأحوال الإنسان، وبيان عاقبة المغترين، بيان عاقبة المغترين. أقسم الله في البداية بالفجر فقال: والفجر، والمقصود به وقت الفجر الصبح الذي يكون قبل طلوع الشمس بساعة ونصف تقريبا. فالله عز وجل أقسم بهذا الوقت وهذه الصلاة المشهودة، والتي أيضا يمسك فيها الصائم عن الأكل والشرب. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. ثم قال الله: وليال عشر. قيل المراد 10 ذي الحجة، والمقصود أيامها، لأنه فيها فضل عظيم. النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والقول الثاني أن المقصود ليال 10، أي 10 الأخير من رمضان، وذلك لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ثم قال الله: والشفع والوتر. والمقصود بالشفع قيل هو يوم الحج الأكبر يوم 10، والوتر يوم عرفة. وقيل الشفع هو الخلق، والوتر هو الله سبحانه، لأن الله وتر يحب الوتر. والراجح أنه يشمل كل شفع ووتر مما خلقه الله سبحانه جل في علاه. ثم قال: والليل إذا يسر، أي الليل إذا مضى وذهب. وهذا الوقت فضيل، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، فيه قيام الليل، فيه النزول الإلهي، الله ينزل
في الليل سبحانه جل في علاه في الثلث الأخير منه. ثم قال: هل في ذلك، في هذه الأقسام، قسم لذي حجر؟ يعني أليست هذه الأقسام مقنعة لهذا الكافر أن يعود ويؤوب إلى ربه؟ ولذلك يعني أن قسم الله فيه كفاية، وجواب القسم محذوف، وتقديره: لتجازن بأعمالكم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والله لتجازن بأعمالكم. ثم قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أي ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد، وهم عاد الأولى الذين أرسل إليهم هود وهم يسكنون الأحقاف اليمن. ثم قال الله: إرم، وهي قبيلتهم. إرم هي قبيلة عاد ذات العماد، يحبون تشييد البيوت وبناء البيوت، لكن هذا كله لا ينفعهم، التي لم يخلق مثلها في البلاد من ضخامتها وقوة تشييدها. ثم قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قبيلة أرسل إليهم نبي الله صالح، يقطعون الصخر، جابوا الصخر يعني يقطعون وينحتون الصخر بالواد. والمقصود بالوادي هنا وادي الحجر، أي الوادي الذي يسكن فيه قبيلة ثمود. وقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك، مر على ديارهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع فيها الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. ثم قال الله: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون ملك مصر، وهو القائل: أنا ربكم الأعلى. ذلك المخلوق الصغير يقول: أنا ربكم الأعلى. قال: ذي الأوتاد. قيل المقصود بالأوتاد أنه كان يعذب بالأوتاد قومه، تخيل، يسمرهم في جذوع النخل. ومن ذلك زوجته آسيا بنت مزاحم، ضربها ب4 مسامير حتى ماتت رحمها الله. ولذلك قال النبي: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، قال: ومنهم آسيا امرأة فرعون. قال: الذين طغوا في البلاد. طغوا يعني تجاوزوا الحد في الكفر، فأكثروا فيها الفساد، سواء الفساد المعنوي بالكفر والمعاصي أو الفساد الحسي بتعذيب الناس وخراب الديار. قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب. كل هذه القبائل الثلاثة. أما عاد فأرسل الله عليهم الريح، ريح عقيم تدمر كل شيء. وثمود الصيحة والرجفة. وفرعون بالغرق. صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآن خطاب لكم، هذه عاقبة هؤلاء، لكن الله عز وجل بالمرصاد لكل من يخالف أمره. احذر أن تقع في معصية من معاصي الله، لأن الله بالمرصاد لكل من يخالف أمره، لكل من يعصيه. لذلك يحذر الإنسان من المعاصي، يحذر الإنسان من سوء العاقبة، لأن هذا فيه تهديد. الله أراك عاقبة هؤلاء الثلاثة وصب عليهم سوط عذاب، لكن انتبه أن الله بالمرصاد، مطلع على خفاياك، يسمع القول ويرى الفعل سبحانه جل في علاه. ثم قال الله يبين جهل بعض الناس: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، يعني ضيق الله عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. من جهل بعض الناس يظن أن الله إذا أكرمه هذا دليل على أن الله يحبه. هذا غير صحيح. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ويظن هذا المسكين أن الله إذا ضيق عليه المعيشة أن الله يبغضه ويهينه، وهذا غير صحيح. فالله يبتلي بعض الأولياء والصالحين بالمصائب، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان بقدر دينه، إذا كان في دينه صلابة زيد في البلاء. بالعكس، الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
لكن المؤمن ماذا يفعل أمام هذا؟ إذا أكرمه الله شكر، إذا ابتلاه الله صبر. هذا هو حال المؤمن الصادق، يرى أن هذا من فضل الله، وأنه إذا ابتلاه الله بالمصائب مباشرة يفكر في ذنوبه وأنها هي السبب في وقوع هذه المصائب. قال الله كلا، وهي كلمة ردع وزجر. الله يبين أن هذا خطأ، فالله عز وجل لا يعطي لأنه يحب، بل يعطي من يحب ومن لا يحب، ولا يمنع ويضيق لأنه يهين ويغضب، لا، بل قد يمنع بعض أوليائه. ثم قال الله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني أنتم المفترض إذا أكرمكم الله أن تكرموا اليتيم وتطعموا المسكين. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، والمسكين هو من لا يملك كفايته، والفقير أشد منه، الفقير الذي لا يجد شيء أبدا أو يملك أقل من نصف كفايته. ثم قال الله وتأكلون التراث. التراث المقصود به الميراث. بعض الناس يأكل حقوق الناس ويأكل ميراثهم بحق وبغير حق، ويأتي كل ما جاءه من طريق حرام أو حرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. لكن تذكر إذا دكت الأرض دكا دكا، كل ما على الأرض يزول، الجبال تتهدم، البيوت تساوى بالأرض، تسوى، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك لفصل القضاء بين الناس في موقف مهيب ومنظر مهيب، وجاء معه الملائكة، ملائكة السماء الأولى تصف، ثم ملائكة السماء الثانية تصف صفا صفا تحيط بجميع الناس، جميع الناس والجن والوحوش والحيوانات كلهم يحشرون في صعيد واحد، والملائكة صفوف. هذا يدل على عظمة الموقف. لكن تخيل في هذه الأثناء تؤتى أو يؤتى بجهنم تجر، ينظر إليها الكفار. تخيل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول النبي يؤتى بجهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم توقعون العدد؟ 4,900,000,000 ملك يجرون هذه النار. منظر مهيب، وأنت ترى هذه الأعداد الهائلة من الملائكة تجر جهنم والناس ينظرون إليها. تخيل الكافر ما هو شعوره وهو ينظر إلى جهنم التي سيلقى فيها. قال يومئذ يتذكر الإنسان، يبدأ يتذكر ويندم ويتحسر، وأنى له الذكرى. لا تنفعه هذه الذكرى، تبدو له الحقيقة وتظهر له أن هذا هو الصدق، وهذا يوم القيامة التي كنت توعد. ويبدأ يتحسر، يتذكر الإنسان تفريطه في الأعمال الصالحة، ويتذكر الإنسان تقصيره في الواجبات، يتذكر الإنسان معاصيه. لكن أنى له الذكرى، لا يستفيد من هذه الذكرى ولا يتعظ من هذا، ولا يعني يستفيد من هذا التذكر شيء، لأنه فات الأوان. قال الله عز وجل ماذا يقول نادما متحسرا؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة، بر الوالدين، المحافظة على الصلوات، النوافل. يا ليتني قدمت لحياتي. سمى الحياة الآخرة سماها الحياة، لأن هذه هي الحياة الحقيقية. أما هذه التي نعيش فيها هي فترة وستزول، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، كما قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية التي ينبغي علينا الحرص عليها. حياتكم في هذه الدنيا ستزول وليست بشيء، لكن سيأتي اليوم الذي تدفن فيه
ولا ينفعك إلا عملك الصالح. استعد من الآن، فكر من الآن في أن تعمل الأعمال الصالحة وتترك المعاصي والذنوب. ثم قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لا أشد عذابا من الله، ولا أشد عذابا من هذا الكافر، ولا يوثق وثاقه أحد، يوثق ويربط ويدفع في النار. ثم قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة الساكنة الراضية العاملة المصلية، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وعودي إليه راضية مرضية فادخلي في عبادي، أي من ضمن عبادي وجملتهم، وادخلي جنتي التي أعدها الله لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن نكون منهم. ماذا نستفيد من هذه السورة؟ أهمية صلاة الفجر والمحافظة عليها وعلى سنتها، لأنها تشهدها الملائكة، والتخلف عنها من صفات المنافقين، فاحذر أن تكون ممن يتخلف عن صلاة الفجر. الفائدة الثانية أن الله عز وجل عاقب إرم وثمود وفرعون وهو بالمرصاد لكل من يخالف أمره، فاحذر من سخط الله وعقابه. الفائدة الثالثة جهل الإنسان الذي يظن أن إكرام الله دليل على حبه، وأن تضييق الله على الإنسان دليل على إهانته، هذا غير صحيح. والرابع التحذير من ترك إطعام اليتامى وإكرامهم وترك إطعام المساكين. انتبه أن تعرف مسكين ولا تعطيه وأنت تملك المال، وفيها عناية الإسلام بالفقراء والأيتام. الخامس التهديد يوم القيامة وأهوالها والإتيان بجهنم على أهل الموقف، وهذا فيه تحذير للناس. كذلك ندم الكافر وتحسره وتفريطه عندما يشاهد أهوال يوم القيامة، وأن الله سيعذبه عذابا شديدا. السابع البشارة للنفس المطمئنة برجوعها إلى ربها راضية، سيكرمها الله بجنته وبرؤيته. طيب، ما هي الأعمال التي نستخلصها من هذه السورة؟ أولا أن نحافظ على صلاة الفجر. الثاني أن نشكر الله، لأن المؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الثالث اكفل اليتيم، شارك في كفالة أيتام في وقف، حاول اليوم أن تساهم في كفالة الأيتام أو تعطي فقير، وهكذا. الرابع أن تحرص على الطاعات وتحافظ على الواجبات وتنتبه من المعاصي والموبقات، لأنك ستندم. كل واحد منا سيندم، حتى المطيع لله سيندم على التقصير. يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى. اللهم يا ربي أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.